يا مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسينيش في اللايك. ولادي قالوا لي نفسنا ناكل حاجة حلوة، وكنا بالليل وما كانش عندي أي حاجة ولا مكسرات ولا أي حاجة حلويات. هي لفة جلاش في الفريزر ليها 15 يوم. قلت لها بس تعالي انت، طلعتها كده قلت منى ما تفك اعمل لها الشربات بتاعها. جبت كده كوبايتين سكر، حطيت معاهم كوبايه ونص ميه، وانا بحط الشربات كله على بعضه وبعد كده بحطه على النار، ما بيعملش اي حاجه وبيطلع مظبوط. كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه، عليهم نص ليمونه ومعلقه عسل كلوكوز. طب انا ما عنديش عسل كلوكوز، خلاص ما تحطوهوش، ما فيش مشكله، هو انا كان موجود عندي. طيب لو حطيتها على النار بعسل الكلوكوز هياخد 10 دقايق، لو حطيتها على النار من غير عسل كلوكوز هياخد معاكي 7 دقايق. يعني هو الفرق ان ايه؟ بالعسل الكلوكوز يحتاج 10 دقايق على النار، لكن من غير عسل كلوكوز هما 7 دقايق بس. بعد كده بحطهم على النار وبدوبهم بالراحة وبسيبهم يغلوا من اول الغليان، ياخدوا 10 دقايق. هاجي كده هجيب صاج او صينية اللي عندك وهدهنها زيت. طبعا احنا بندهن زيت عشان احنا صايمين، لكن انت لو مش عايزاها بالزيت اعملي بسمنة بزبدة زي ما انت بتحبي، لكن مش بزبدة فلاح اللي فيها مية. هنيجي كده هنجيب حوالي نص كوباية زيت، وعايزة اقول لكم انا ما خدتش ربع الكوباية. هجيب كده لفة الجلاش بعد خلاص ما فكت، تلفيها في قماشة نظيفة حلوة وتغطيها عشان خاطر ما تنشفش معاكي. وهنطلع كده بالاربع ورقات من الجلاش. اللفة دي فتحتها لقيت فيها كتير متقطع وملزق في بعض، قلت يلا مش مشكلة، تعالي هتصرف وايه وهعملك برضو هعملك. غطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نعمل الاربع ورقات، اربعة اربعة. ممكن تعمليهم 3، ممكن تعمليهم 5، بس ما تعمليش اقل من كده واكتر من كده. هجيب كده الورقات زي ما انتوا شايفين، لقيتهم كده متقطعين وملزقين في بعضهم، وحاولت افكهم بالراحة. يا جماعة الناس بقى ما عندهاش ضمير دلوقتي، حتى لفة الجلاش ما بتطلعش دلوقتي مظبوطة زي الاول. كنا بنجيبها كده ورقة بورقة. مش عارفة ليا فترة كل ما اجيب جلاش وافتح اللفة الاقيها لا ملزقة لا متقطعة. مش عارفة ايه اللي بيحصل ده، قولولي ايه اللي بيحصل. المهم جبنا كده الورقة وحاولت اطلع الورقتين اللازقين في بعضيهم، يعني ايه ما قدرتش. قلت يلا على قد ما اقدر هدهنها في النص وخلاص. بس المهم انك تدهني الورقة كويس كلها من اولها لاخرها عشان الورقة تطلع معاكي مورقة وحلوة ومش مكتومة كده. انت طيب لو حابة مثلا تعملي الجلاش ده مش سادة، انا كده كده زي ما قلت لكم ما عنديش كان اي حاجة ولا مكسرات ولا اي حاجة، فانا عملتها سادة. لكن انت عندك مكسرات وعايزة تحطي حطي في النص. مثلا عايزة تعملي لها كريمة زي اللي بنعملها للكنافة وتحطي، اعملي وحطيها. عايزة تعملي مثلا كاستر اعملي. بس انا ايه حبيت اعملها كده لان ما عنديش اي حاجة، وكده احنا برضو صايمين. وغير كده وكده ايه، في ناس ما بتحبش الجلاش محشي، بتحبه سادة. فانت ايه على حسب ما تحبي. حطينا كده الورقة وحطينا عليها الورقات المتقطعة، اي ورقة مقطوعة حطيها في النص مش هيعمل اي حاجة، ودهنيها ظبطيها كده حلو وسويها ودهنيها كويس. اهم حاجة انك تدهنيها كويس. وعايزه اقول لكم ان الزيت ده ما كانش ليه اي طعم في الجلاش، بالعكس كان طعمه حلو وما كانش باين ان هو فيه ريحة زيت ولا حاجة. بس اهم حاجة انك تعملي بزيت ما يكونش زيت تموين، عشان زيت التموين هو اللي بيبقى ليه ريحة. اي زيت تاني اعملي بيه، مش زيت التموين. بس ومش يعني مش خدش حاجة كتيرة، يعني ما خدش مني ربع كوباية زيت، اللفة ما خدتش ربع كوباية. هطبقها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شفتوها. بعد ما هدهن الاربع ورقات بطبقها حوالي 4 طبقات او 5. كل ما تطبقي زيادة كل ما تطلع الطبقات معاكي اكتر. هجيب كده ايه 4 ورقات تاني عشان تشوفوها. شوفوا ايه عملتها ازاي اهو. بعدهم 4 ورقات. انت عايزة تعملي لفة 2 زي ما تحبي. انا طبعا اللفة ما كملتش الصاج، قلت مش مشكلة بقى، هي لفة هعملها وخلاص. انت عايزة تكملي الصاج اعملي لفتين. هفكهم كده برضو زي ما انتوا شايفين، واطبق الجلاش على جنب واجيب ورقة ورقة بدهنها.
طبعا انا الرخامه منضفاها ومسحاها، مفيش واحده تدخل تقول لي انت بتعملي على الرخامه، لا انا منضفه الرخامه ومسحاها زي الفل. بعد كده بدهنها بالزيت اهو. اهم حاجه زي ما قلتلك انك تدهني الورقه من اولها لاخرها. واجيب الورقه التانية، طبعا برضو طلعت مقطوعه، هحطها كده في النص متساويه ومظبوطه، وهدهنها دهنه زيت. شايفين سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي صدقيني 10 دقايق. وعايزه اقول لكم ان يعني بصوا ما خدتش ساعتين في الطبق وكانت خلصت بعد ما عملتها اهي. انا عملتها وخلصتها وحطيتها في الطبق وسبتها على الرخامه ساعتين بالظبط. دخلت لقيت الطبق فاضي ومستنين على الرخامه بيقول لي تعالي اغسليني. هنحط الورقه التانية، وحته برضو لقيتها جلاش مقطوعه قلت لها تعالي خساره برضو مش هسيبك، حطيتها في النص. تساوي الورقه في الورقه وتدهني. يعني لو انت مثلا حابه تعملي حاجه حلوه ليك لولادك في البيت وما عندكيش اي حاجه غير لفه الجلاش، شغاله برضو هتنفع وهتسد معاكي، مش هتقولك لا. حابه تعمليها زي ما قلتلك بكاستر بمهلبيه باي حاجه حشو مكسرات من جوه، حطي فيها زي ما تحبي يعني براحتك. انا عملتها لك باسهل طريقه وطريقه موفره ما فيهاش اي تكاليف، تعمليها حاجه حلوه كده في البيت وغير مكلفه. كل حاجه دلوقتي بقت مكلفه وغاليه ومفيش حاجه بنجيبها مش غاليه، فاحنا على قد ما نقدر نحاول ندبر نفسينا. بصوا اهو هنطبقها كده 4 طبقات، 4 طبقات 5 طبقات زي ما تحبي. بس كده هنخلص اللفه كلها في الصاج وهنشغل الفرن. طيب هنسخن الفرن على قد ايه؟ يعني على وسط، مش هنخليها عاليه خالص ولا واطيه خالص، هنخلي النار وسط. وهنحط الشبكه على الرف اللي في النص عشان خاطر الورق معاكي بتاع الجلاش يتحمر ويورق في نفس الوقت ويطلع مظبوط. طيب خدت لون من تحت ولسه من فوق اللون بتاعها زي ما هو، هنفتح الشواية على هادي لغاية ما تاخد اللون بتاعها. هنقطعها كده مثلثات زي ما انتوا شايفين، يعني حاجة بسيطة بس بتديكي شكل حلو اهو. كل لفة او كل طبقة عملناها بنقطعها بالسكينة كده مثلثات سهلة. وبصوا اهو ما فيهاش اي افتكاسة. هنقطع التانية زيها برضو اهو مثلثات، السكينة رايحة جاية مثلثات 7 في 8، يعني على حسب ما تحبي. هي نفس الحكاية برضو. هنيجي كده بعد ما قطعناها وخلصنا هندهنها دهنة في الوش من الزيت عشان يديها اللون الاحمر، التحميرة الحلوة بتاعتها والتحميصة. احنا طبعا كنا خلاص طفينا على الشربات وخليناه يبرد عشان خاطر اول ما يطلع الجلاش نزقش الشربات على طول، الجلاش يكون سخن والشربات يكون بارد. خلاص كده دهنت الوش بتاعها، والفرن كانت شغالة زي ما قلت لكم على نار وسط. وهنحطها في الشبكة اللي في النص وهنسيبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي معانا من تحت الحلو كده. حمرت والله من فوق ومن تحت ماشي، ما حمرتش نفتح الشبكة على النار الهادية عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه. طبعا ادي الشربات شايفين عامل ازاي، وهننزل كده بيه على الجلاش وهو لسه طالع من الفرن. تسمعوا صوت الطشة دي تعرفوا ان الحاجة بتاعتكم كده طالعة مظبوطة وزي الفل. تزقيها كده وكلها تغرقيها كده في النص عشان خاطر تشرب من الشربات. ميزة العسل الجلوكوز ان ما بيخليش الشربات مسكر، بيخليه مظبوط. خلاص كده يعني كده زقيناها وسبناها. عندي معلقتين كده حوالي جوز هند بدور يعني في دولاب المطبخ لقيتهم، قلت لهم تعالوا كده حتى ادوا شكل طعم اي حاجة بدل ما هي تبقى سادة خالص.
عندي اللي بيحب بالجوز الهند وعندي اللي ما بيحبش، فحطيت على جزء وسبت الجزء التاني، ولو ان عارفين انا لقيت كله متاكل، وجوز الهند والسادة وكله. خلصناها كده ورصيناها في الطبق، شايفين لونها عامل ازاي؟ دي يعني على فكرة كنت بصور والكاميرا فصلت، فانا كنت موريها لكم، كلت منها ورجعت تاني كملتها، وبعد كده جبت لكم واحدة تانية اوريها لكم التسوية بتاعته عاملة ازاي. بصوا اللون من تحت اهو، شفتوا؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك، واشوفكم على خير، واقول لكم مع السلامة، باي باي.